في مباراته هتبدا يعني بعد خلاص اقل من دقيقه هتبدا مباراته. اه يقدر يعوض الثلاثه دول ولا الموضوع صعب؟ لا شوف انت عارفني انا مدرسه التفاؤل آه. وسيدنا النبي وتفاءلوا بالخير الصلاة تجدوه والسلام. عليه افضل السلام. لكن المعطيات والتغييرات واللي بيحصل ده مفيش شيء مستحيل في الكوره. خد بالك يعني دايما مفيش حاجه اسمها مستحيل في كره القدم بالذات. الساحره المجنونه هي عودتنا على كده. فريق بيتغلب بالثلاثه زي برشلونه كان مغلوب، كان كاسب ليفربول 3-0 خسروا 4-0 في الانفيلد قبل كده لما كان ساديو ماني وفورمينيو لو تفتكر الماتش. ايوه طبعا. وكان صلاح كمان ما كانش بيلعب ساعتها. فطبعا انا ما اقدرش اتوقع. انا اتمنى ودي مش توقع، امنياتي اللي عموما يا احنا رب معانا شوط يكسبوا لغايه ما الحلقه تخلص. ماشي. النهارده احنا معانا شوط. انا بقول يا رب يكسبوا، بس ده مستحيل. انا بقول لك مستحيل. شوف حب قد مستحيل؟ ايه. ايوه طبعا. طيب ادينا انا معانا بقول 45 صعب. دقيقه. ماشي تمام هي تمام 45 دقيقه الاولانيه ما تمام. يخلصوش وليفربول جايب له جونين ثلاثه. يا ريت الشوط الاولاني لو طلع 2-0 يبقى آه. في كلام. في كلام. لكن الدوري دايما الدفاع الايطالي صعب جدا جدا جدا. اليسون بيكر فاهم الدوري الايطالي كويس عشان لعب مع روما زي ما حضرتك عارف. وكمان محمد صلاح لعب مع روما ولعب مع فورنتينا. فطبعا اتمنى ان ليفربول يكسب. زمايلنا في الكنترول بقى هيتابعوا معانا النتيجه. ماشي. يا بختكم اتفرجوا على الماتش الشوط الاولاني. يا بختهم اللي بيتفرجوا علينا. ماشي يا عم. بس الماتش انت حبيبي من ايام الجيزه كده تقول عليا كده. ماشي يا عم. ما تطلعش منك يا وحش. ماشي يا حبيبي. حبيبي. طيب خلينا نروح معاك لمباراه القمه. مش هسألك عن حاجه بعينها، لكن بالتاكيد ليك وجهه نظر، ليك رؤيه، شفت المباراه دي من اي زاويه من الزوايا. اهم ما يميز هذا اللقاء واهم سلبياته من وجهه نظرك. شوف هو المباراه اولا متوسطه المستوى من الناحيه الفنيه. يعني عايز اقول لم تكن مرتفعه فنيا زي مباراه الكاس او المباراه اللي لعبت فين في السعوديه. حقيقه كانت مرتفعه جدا جدا جدا، مستواها افضل من هذه المباراه. دي متوسطه المستوى. النادي الاهلي سيطر لغايه الدقيقه 20 في الشوط الاولاني. الزمالك من الدقيقه 20 بدا يسيطر على المباراه الى الاخر. في اخر 25 دقيقه كانت سجال ما بين الفريقين. مش هتكلم على طريقه اللعب لان كل الناس بتلعب 4-3-3. يعني ده خلاص الاسطمبه بتاعت جوميز وبتاعت كولر. لكن كان في فرصه ان الفريقين اي فريق يكسب على الرغم من سيطره نادي الزمالك في الفتره دي وسيطره الاهلي في فتره من الفترات. لكن اي فريق كان ممكن يكسب. الاهلي اعتمد على الهجمات المرتده، الزمالك اعتمد على الاستحواذ في وسط الملعب. وجود عبد الله السعيد لعيب تقيل رغم سنه كبير جدا جدا. لكن احنا دايما بنرجع ونقول الدهن في العتاق. ما تمشيها جدا واحده.